مرحبا سهلا بالجميع. عبرك الساعات لما تقام مهرجانات في المملكة العربية السعودية أن نلتقي في قامة من قامات الإعلام. بن رفعان مقدم استوديوهات وإعلامي مميز في المهرجانات اللي تقام في المملكة العربية السعودية. بن رفعان أنت مميز، ويا مرحبا بك في الشاطر الإعلام والشاطر الهجن. الله يبقيك ويطول عمرك ويحييك. وحنا مهما عملوا الناس في الإعلام، إلا أنه يبقى ناس مؤسسين، ناس كابدوا في رياضة الهجن وفي إعلام رياضة الهجن قبل الدعم وقبل المراكز اللي نشوفها، وأنت واحد منهم الحقيقة. الله يشهد. أنا أذكر سنة من السنوات قديم في بدايات القنوات الشعبية، كنا نبحث عن معلومات عن الهجن، كنا نلقاها في جروب واتساب. انت هاك الحين بداية الجروب واتساب بالضبط. هذه الشهادة نعتز بها يا جعل عمرك مثل إعلامي مميز مثلك. بن رفعان اليوم المملكة العربية السعودية وجهة للركض، والكل يتمنى أن يشارك في المملكة العربية السعودية لوجود البنية التحتية بأعلى مواصفات الجودة، بالإضافة إلى الدعم السخي والمهرجانات المدعومة من ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية. والله لله الحمد والشكر، ومن توفيق الله سبحانه وتعالى دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. الأمير محمد بن سلمان كان له رؤية أنه أي حدث تبدأ فيه السعودية يصير الطموح إلى السماء. نعم. تصير تصل إلى مستوى وليفل عالي. نعم. الهجن في السعودية الآن ما نقول انها تعيش النهضة القوية، نقول تعيش الانطلاقة. باقي قدامنا شيء كبير جدا. نعم. باقي قدامنا احداث كبيرة، باقي قدامنا اهتمام كبير جدا. ومهرجانات الحين الحمد لله، مهرجان المؤسس، مهرجان خادم الحرمين الشريفين، مهرجان ولي العهد، مهرجان العراس هنام السباقات، 3 مهرجانات كاس وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الاتحاد السعودي. نعم. هذه غير سباقات الميادين، هذه كم هائل من المهرجانات. اليوم نشوف تميز في الطرح وفي الإعلام وفي النقل في المملكة العربية السعودية كون البنية التحتية على مواصفات، خلاف ما كان في الأيام الماضية قبل إشهار هذا الاتحاد وقبل التوجه الكبير لدعم هذه الرياضة بالشكل الكبير اللي نشوفه الحين. كان دعم موجود، ولكن هذا الآن دعم عالمي، ما بدعم محلي صار. فعلا. طبعا أنت إذا جيت مثلا في مجال المضامير والميادين تجد ميادين أرقى المستويات. نعم. المنصات شفنا في كل ميدان، في كل مكان من أرقى المنصات. نعم. في مجال الإعلام الآن كل مركز يقام في السعودية تطلع من أقوى الشركات الإعلامية اللي في السعودية، عربات بث من أقوى عربات النقل، عدد كبير من الكاميرات، عدد كبير من الإعدادات، استديوهات قوية تنشأ، فريق إعداد قوي، مذيعين، محللين، معلقين على السباقات. فيه صناعة كوادر، فيه شغل. نعم. ما هو سهل. نعم. فيه الآن صناعة كوادر لهذه الرياضة، الهدف مستقبلي. أنت كونك كإعلامي من فترة طويلة وفي المجال هذا وراعي المجال هذا، كنتوا تتوقعوا يصير هذا التطور وهذه النهضة الكبيرة في ميادين سباقات الهجن، وهذا الدعم اللي بعده نحن نشوفه واصل للعالمية، لكن هم يقولوا هذا 10%. أنا التقيت أبو فيصل صاحب السمو الأمير فهد بن قلوي رئيس الاتحاد السعودي، قال هذا 10% اللي أنتم تشوفونه. ما دام هذا 10% إنجاز في 50 يوم هذا الميدان كامل بمرفقاته بشوارعه بمعشب بكل اللي فيه، وإعداد المنطقة اللي كانت من فترة ما حد ياها، أعتقد هذه الأشياء أنتم تساعدكم كإعلاميين ويعطيكم مادة دسمة أنكم تقدموها للمشاهد. الأمير فهد بن قلوي عراب الهجن، والرجل اللي نهض بهذا القطاع وخدم هذا القطاع بكل ما تعنيه الكلمة. مهما قلنا مهما تكلمنا عن الأمير فهد بن قلوي إلا يبقى أبو فيصل أنه صاحب وقفة مشرفة مع أهل الهجن،
هو دائما في اي قطاع يصير فيه دعم من القياده. نعم. زين، ولكن هالدعم اذا ما وجد عقليه ناجحه، عقليه نيره، شخص بحجم تفكير الامير فهد بن جلوي، بنظرته الرياضيه القويه، بنظرته يعني لخدمه الشعب وخدمه الناس، ما نشوف نتائج هذا الدعم. لكن بوجود الامير لا، احنا شفنا النتائج القويه. نعم. شفنا الانجازات. يعني كنا في مهرجان ولي العهد نقول لا، ما عاد فيه اكثر من كذا. صحيح. وانا واحد اقول جانا مهرجان العلا، كنا ما عاد فيه اكبر من كذا في مهرجان العلا. جانا مهرجان الجنادريه، مهرجان خدمه الحرمين الشريفين، كنا ما في اعلى من كذا. اتوقع في شيء مستقبلي قوي جدا لعالم رياضه الهجن. والمعازيب الله يطول اعمارهم مهما يقدمون، هم يريدون خدمه هالشعب ويريدون دعم هالشعوب وتشجيع الناس والحفاظ على موروثنا والحفاظ على رياضتنا، وجعل هالرياضه هوايه الكل يتمنى انه يشارك فيها. ايش تقول للمتابعين؟ ايش تقول للمتابعين وتقول للمشاهدين اللي يشاهدونكم في الاستوديو التحليلي مع المحللين؟ ايش توجه لهم الرساله وش اللي تحب توصلهم يعني؟ اقول للمتابعين والملاك الهجن وكل محب وعاشق لهذه الرياضه يتابعنا. يعني تاكدوا ان نبذل قصارى جهدنا لخدمتكم ولتقديم الشيء اللي يليق بكم كمحبين ومتابعين لهالرياضه. نعم. ولكن ان وجد قصور فهو من انفسنا ومن الشيطان. اما الامكانيات في كل شيء يعني حشاكم تقدمون ماده جزله وماده محبوبه والكل يتابعكم والكل يعني يشيد في اللي تقدمونه اليوم. والقادم اجمل واجمل باذن الله. بيض الله وجهك، وانا شاكر لك هذا اللقاء، وانا سعيد ان نلتقي في قامه اعلاميه يعني نحن نتعلم منها، نقول نخجل ان احنا نسوي معهم لقاء، لكن هم يعذرونا لان احنا نعتبر لا شيء عندهم. لا بالعكس، يشرفني والله، بالعكس انا اللي متشرف وسعيد جدا. الله يطول عمرك، شكرا جزيلا.